يعني سهل جدا مريض جاي يعمل الاشعه عاديه على الفقرات القطنيه تعمل له الاي بي واللاترال بالشكل ده اللي طالبه الدكتور. الجهاز موجود عندك ومستهلك او شاريه بسعر قليل، لكن المراكز الناجحه بتعمل الاي بي وبتعمل اللاترال وبتعمل صوره لاخر فقرتين لوحدهم اللي هو الجاينكشن. وده هيحصل بعامل بشري كويس وجهاز كويس، وبتطبعهم على افلام ليزر جودتها عاليه. لان الطبيب المعالج بيعدي عليه 100 مركز اشعه و100 مريض، لكن انهي مركز بيسهل عليه التشخيص ده لا شك اللي هيفضل معاه اكتر. ايوه في دكاتره مش فارق معاهم وفي اعتبارات تانية محظور نتكلم فيها، لكن المنافسه الشديده بين مراكز الاشعه خاصه هنا في الجيزه والقاهره محتاجه الجوده دي. محتاجة الجودة دي تبقى في سلم الأولويات. تعالوا ندردش شوية عن الأسباب اللي تخلي الدكتور يبعت لك حالاته أو المريض يجي لك من نفسه. في وجهة نظري المتواضعة في 3 أسباب بتخلي العيان يروح لمركز أشعة دون غيره من المراكز. أولا إن الدكتور يكون المعالج هو اللي بعته علشان الجودة بتاعت المركز دي، فانا بعته لان الحاله بتجيني من عند المركز ده متشخصه. كمان سعر المركز ده كويس، وده اللي المفروض يكون، والله اعلم ده بيحصل بنسبه قد ايه. ثانيا دعايه وشهره مكثفه، بالعربي كده ناس بتصرف على الشو وعلى الشكل، واحنا موجودين احنا وجايبين اصيع ناس في الدعايه. وزي ما بيقولوا الزن على الودان امر من السحر، فتلاقي المركز ده عامل يوفط واعلانات مموله وليل ونهار عند الدكتور المعالج. عايز حاجه يا بيه تؤمر بحاجه يا فندي، وده مقبول وكويس طالما الجوده كويسه والسعر كويس. يعني ما يكونش الفشخره الزياده دي معذره في اللفظ من جيب العيان، والرنين ابو 600 جنيه على الظهر ده نعمله ب 3000 جنيه، مش ب 1000 جنيه او 2000 جنيه مثلا، علشان احنا بنتفشخر معذره في اللفظ من جيب العيان. ثالثا الدكتور بعته على المركز ده مقابل خصم او تخفيض سعر الفحص للعيان، وده اللي المفروض برضه يكون يحصل. الامر الاخير اللي احنا لو اتكلمنا فيه هنزعل ناس كتير مننا، فهنتكلم فيه على استحياء، وهي النسب او الكوميشن او العمولة اللي بتروح لبعض الدكاترة او نسبتهم على كل حالة. وقبل ما يقتطع كلامي من سياقه، في فحوصات الطبيب المعالج أدرى بيها ولازم أو يفضل تتعمل في المركز اللي هو قايل عليه. طيب هل النسبة أو العمولة اللي بتروح لبعض الدكاترة دي حرام ولا حلال؟ على اعتبار إن ده في كوكب المريخ مش في مصر خالص. أولا أصحاب المركز بيلاقي نفسهم في مأزق آخر الشهر، إنهم بيلاقوا الدكتور اللي بياخد عموله ده كأنه مشاركهم في المركز بدون ما يدفع جنيه، ويلاقوا أغلب فلوسهم طالعة نسب وعمولات، فيضطروا يزودوا قيمة الفحص علشان يعوضوا النسبة بتاعة الدكتور دي. وهنا بقى تحريم النسبة أو العمولة. لكن العمولة في حد ذاتها والله أعلى وأعلم، ويستفتى أهل العلم في ذلك، وكل حالة حسب معطياتها، إنها مش حرام، دي نسبة من أرباح المركز مش من جيب المريض. لكن لما سألنا أهل العلم قالوا كده، لكن اللي بيحصل بيبقى عكس كده خالص. الفحص بيبقى 100 جنيه، تلاقي الدكتور يقول لك، تلاقي المركز يقول لك ده 300 جنيه علشان يعوض العمولة اللي بتروح لبعض الدكاترة، وإن كانوا إن شاء الله يكونوا نسبة قليلة، مشيها قليلة. الموضوع لا شك ان فيه تفاصيل كتيره، يمكن دكتور ممدوح محفوظ وهو اهل لذلك يتكلم فيها، انصحكم يمكن بالمتابعه ليه. كمان في مراكز هنا في مصر اعرفها ما بتتعاملش بالنسبه مطلقا او العموله، وان كان ده صعب وعكس التيار الجارف، الى ان بعضهم نجح. ويمكن لو يسر الله الامر نقابلهم يشرحوا تجربتهم دي ويستفاد منها، فالله الميسر والمستعان. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد برئ لدينه وعرضه. لحد كده كفاية، وللقصة إن شاء الله بقية.